قلبي ولا عقلي؟ ديما الانسان ملي كيتبع العقل ديالو كيكونوا النتائج مزيانه، ولكن ملي كيتبع القلب او العاطفه كيكونوا النتائج ما مزياناش. غتقولوا لي ما فيها باس الواحد يتبع القلب ديالو. ما فيها باس شويه ديال العاطفه ولكن بزاف ديال العقل. ملي كتكون او كتكوني متحمسه وباغا مثلا تمشي للسوق تشري شي حاجه، قلبك كيبغي داك الحاجه وكتكوني متحمسه تاخديها، ولكن العقل ديالك كيقول لك صبري، واش انتي محتاجه لهاد الحاجه ولا غير زايده. حنا بطبعنا كنتحمسوا الا مشينا وتبعنا قلبنا. غدا مثلا تشري ديك الحاجه واخا عندك واخا ما محتاجهاش، ولكن الا فكرتي بعقلك غتقولي نصبر شويه، بحال شي وحده باغا دير ريجيم وقاطع الحلاوه والسكر، مشات عند شي حد حط ليها الحلوى والكيك ويعني ما لذ وطاب. عقلها كيقول ليها هادشي ماشي صحي وانتي دايره ريجيم، هادشي ماشي مزيان، وقلبها كيقول لها غتفوتي عليك هاد اللحظه، هادشي بنين ولذيذ. والعاطفه ديما كتجرك الحوايج اللي غيضروك، ولكن العقل كيرجعك للطريق الصواب. مثلا في وقت الغضب ما خصكش تجاوب الانسان اللي وصلك لمرحله الغضب. علاش؟ حيت غتغلب عليك العاطفه وتقدر تقول شي حوايج اللي تندم عليهم من بعد ما يمشي شعور الغضب. انا كنحس لحظيا بالغضب، خاصني نجاوب هاد الانسان اللي وصلني لمرحله الغضب دابا، نجاوبه. هذه عاطفه. الشعور ديال الغضب اللي انت وصلتي ليه باغا داك الانسان تجاوبيه ديك الساعه وتخرجي داك الغضب ديالك والحزن ديالك. لا، عال شنو كيقول؟ لا، صبر شويه، خد واحد 10 دقايق وارتاح، فكر، سير تمشى شويه ولا شرب الماء. هنا العقل كيتدخل، كيقول لك لا ما تجاوبش دابا. مهم كيسيطر على مشاعر الغضب وكيتسنى مشاعر الغضب تتمشي وما تبقاش العاطفه ديالك مشتعله وملتهبه حتى تباد. ملي كتباد العاطفه كيتدخل العقل وكيرومبلاسيها. علاش كنلقاو في العلاقات الزوجيه مشاكل بزاف، من طلاق، من خصام، بزاف ديال المشاكل اللي وصلوا ليها الزوجين ووصلوا حتى الطلاق كانت بسبب العاطفة. مثلا جوج الناس تمكن منهم الغضب والعاطفة زادت ملي تحمسوا بزاف في مشاعر الغضب. لا، ملي تحمسوا بزاف في مشاعر الغضب وما كتقدروش تسيطروا عليها، ستوبي واحد شويه. لا، انا خاصني نخرج نبدل ساعه باخرى، ناخد وقت نرتاح فيه باش نفكر بعقلي. العقل كيبدا يقول واش هاد الموضوع كيستاهل نكبروه ونبالغوا فيه لهاد الدرجه؟ الا تبعنا قلوبنا غنضيعوا. مثلا شي وحده كتقولك لا خاصني نتزوج بهاد الانسان، ما فكرتش هي واش هاد الانسان كيناسبها ولا صافي حيت كتبغيه خاصها تزوج به. لا، خاصني نفكر من جميع الجوانب واش هاد الانسان يصلح ليا، واش المستوى الاجتماعي ديالي بحاله، واش المستوى الثقافي كيتناسب على المستوى الثقافي ديالو. المهم خاصني كاع الجوانب انا نحطهم على الطابله ونفكر بعقلي واش هاد الانسان غيناسبني نكمل مع حياتي ولا لا. هادشي اللي كاين. ديما خود وقت، والعاطفه راها كتغير. انا دابا في هاد العام ديال 2024 التفكير ديالي ماشي هو في 2025 وماشي هو في 2026 وماشي هو في 2027. ديما العواطف كيتغير وكيكون واحد النضج على المستوى العاطفه. كيقول لك احمد شوقي اذا رايت الهوى في امه حكم فاحكم هنالك أن العقل ذهب. يعني إلا شفتي مثلا الحب والغرام والهوى حكم في شي أمة، عارف باللي العقل ديالو مشى، لأن صافي ولا كيتحكم فيهم غير العقل. وقال عاوتاني إذا نادى الهوى والعقل يوما فصوت العقل أولى أن يجاب. ديما العقل هو الاول نخليوش القلب يتحكم فينا، حيت ديما غيدينا للهاويه. والمتنبي قال
فإن قليل الحب بالعقل صالح، وإن كثير الحب بالجهل فاسد. كانوا هادو أبيات شعرية باش نوضح لكم بأن ديما خدموا العقل ديالكم على القلب ديالكم، لأن القلب هاكي خارج غير في حيط. كانت معكم كوثر من بودكاست جوج، والسلام عليكم.